أعزائي المشاهدين، بحييكم من هنا من قلب مقر جمعية رسالة بالإسماعيلية والتحالف الوطني للجمعيات الأهلية مبادرة كتف بكتف. زي ما حضراتكم شايفين كده هذا المشهد الرائع في الحقيقة، بنات الإسماعيلية وقيادات جمعية رسالة من إخواتنا الفضليات في الحقيقة بقيادة الأستاذ مدحت الحوفي رئيس فرع رسالة بالإسماعيلية، ومبادرة تلات الخير. كل تلات من كل أسبوع بيعملوا أكثر من 250 وجبة يوزعوها على الاسر المحتاجه. مبادره ولا اروع في الحقيقه. بلدنا محتاجه كلنا نكون ايدينا في ايدين بعض، كتفنا في كتف بعض. طبعا كيان التحالف الوطني للجمعيات الاهليه، وبدعو كل اللي بيشوفونا يعملوا زينا، يعملوا زي البنات الرائعه دي ما بيعملوا، زي الناس القيادات المحترمه دي ما بتعمل. كل اللي يقدر يقدم وجبه زي كده للناس المحتاجه يقدمها، اللي يقدم دعم يقدر يقدمه من خلال هذا الكيان المحترم، كيان التحالف الوطني للجمعيات الاهليه. بشكر حضراتكم، ودايما مبادرات الخير مستمره. كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هدى فؤاد لاشين، مديرة جمعية رسالة. ما زلنا استمرار لفعاليات جمعية رسالة في محافظة الإسماعيلية. ما زلنا في تقديم الوجبات الطعام الساخنة كل أسبوع للأهالي المحتاجة في محافظة الإسماعيلية، تضامنا مع التحالف الوطني للجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي لمحافظة الإسماعيلية. أنا دنيا فوزي، متطوعة من ضمن متطوعين جمعية رسالة محافظة الإسماعيلية. أنا فخورة جدا إن أنا من ضمن المتطوعين هنا. إحنا بنعد وجبات جاهزة وسخنة نوزعها على أهالينا في المحافظة هنا. أنا سهيلة سليمان، متطوعة من ضمن متطوعين جمعية رسالة. أنا فخورة جدا إن أنا بشارك في عمل زي ده، وبدعو شباب الإسماعيلية كلهم إن هم يشاركونا في عمل زي ده. إحنا بنعمل وجبات سخنة وطازة بننزل نوزعها على أهالينا في بيوتهم في محافظة الإسماعيلية. أنا زينب محمد، متطوعة في جمعية رسالة، والنهاردة هنعمل وجبات وهنوزعها على الأسر في محافظة الإسماعيلية. بالعافية ايه؟ لا معلش عشان هو لازم